آل الأسد يفقدون صوابهم ويلاحقون الفنان مكسيم خليل مع بدء عرض مسلسل ابتسم أيها الجنرال. تصاعدت ردود أفعال الشارع السوري مع تصاعد الأحداث شيئا فشيئا في مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي بدأ عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، حيث أثار هذا العمل جدلا واسعا بين السوريين كونه يحاكي كواليس ما يحدث في قصر الرئاسة في سوريا بشكل مباشر. ومع كثرة المؤشرات والدلائل التي تؤكد أن عملا يسلط الضوء على حياة عائلة الأسد بعد وصولها إلى السلطة في حقبة زمنية معينة، بدأ آل الأسد فيما يبدو يفقدون صوابهم ويلاحقون بطل العمل الفنان مكسيم خليل الذي يلعب دور رئيس الجمهورية. ومن أبرز الشخصيات من عائلة الأسد التي هاجمت العمل هو دريد الأسد ابن عم بشار الأسد الذي هاجم الفنان السوري المعارض مكسيم خليل عبر عدة منشورات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب دريد في منشور له: الفريم حياة ما راح يصير رمضان مكسيم، وذلك في إشارة منه إلى الفنان والممثل مكسيم خليل. ولم يكتفي دريد الأسد بهذا القدر، بل لاحق صناع مسلسل ابتسم أيها الجنرال، حيث قال: صار لنا 13 سنة عم نحضر مسلسل واحد عنوانه انتصر أيها البشار وفق وصفهم. ولفت معلق آخر إلى أن حديث دريد المتكرر عن العمل بهذه الطريقة يعني أنه يتابعه، وبأن آل الأسد غير قادرين على فعل أي شيء حيال المسلسل الذي يسلط الضوء على طريقة قيادتهم وسيطرتهم على البلاد بالحديد والنار. وكتب متابع آخر قائلا: الظاهر العمل مأثر فيكم كثير وهو لسه بدايته، أبصر شو راح يصير فيكم وقت بيوصل المسلسل للذروة، ويحظى بنسب مشاهدة عالية حتى في الداخل السوري على الرغم من التضييق على السوريين أثناء عرضه. فيما أكد آخرون أنهم يخشون من الحديث عن مشاهدتهم للعمل خوفا من الملاحقات الأمنية، وذلك نظرا لأن العمل يمس بشكل مباشر أركان النظام.